إذن مرحبا بالجميع في حفل أغلى الدورة الثامنة. ككل الدورات كنلتقيو باش نكرموا الأمهات اللي وحنا كنعرفوا أن الأم قيمة كبيرة في المجتمع. هاد الدورة كتميز بأنها غتكرم وجوه أمهات اللي عنوانهم الصبر والحنان والمثابرة. معنا لاله وفاء القباج اللي عاد فقدت الزوج ديالها. معنا لاله نجيه الرئيس يمين الشاف كيمو الله يرحمه. ومعنا امهات من مدينه مراكش، لا فام دافير تبارك الله مدام الهام بالقزيز. معنا الفنانه التشكيليه اسيا فكاك. معنا مرت الجول ديالنا، الجول ديال الماست الشهير الله يرحمه الهزاز، سعيده الهزاز. ونتمنى اننا تقدر الفاسيه تيفي تواكب وفي دورات اخرى ودائما تسجل هذا الحضور ديال اغلى Hello everyone, I hope you're doing good. My name is Marie Moulad Zayan, and this is the second time of this year where I participate in such an activity with both Leo Club of CPGE Moulay Idriss, also with Al Fasiya TV, and it was such an honor to celebrate Mother's Day, even if it was a bit early, but we make it, and we draw a lot of smiles in our moms, and I really enjoyed it, and thank you so much for your everything you've done. And yeah, that's all. Have a good day. أنا يحيى المفيد، لو فونداتور الاكس بريزيدون ديال ليو كلوب في سي بي جي مولاي إدريس. حنا كنتواجدوا اليوم بقاعة الجامعة ديال فاس، كنظموا هذا الحدث بشراكة مع لاله ربيعة المنصوري، لا بريزيدون ديال جمعية الإشراقات الفاسية. اليوم كنتواجدوا مع الدورة الثامنة من مهرجان أغلى تحت شعار عطاؤها مستمر. مهرجان اللي كنظموه كل عام بحب وشغف، واخا تيكونوا مجموعه من المشاكل، مجموعه من الاكراهات، ولكن الحمد لله بالمساعده ديال الطلبه ومساعده ديال الربيعه المنصور اللي كنشكرها واحد الشكر جزيل من هذا المنبر، لان بلا بها ما كانش هذا النهار غادي يكون الحدث. احنا اليوم كنكرموا امهات دي كادر، امهات اللي خدموا بزاف وتمروا على اولادهم. ما نكرهوش نكرموا جميع الامهات لان كلهم كيستحقوا التكريم، ولكن اليوم هذا العام كرمنا 8 كما قلت لك، العام كرمنا 7، هذا العام 8، العام الجاي ان شاء الله نكرموا عاوتاني ما اكثر. وشكرا لكم بزاف على الحضور، وكنبغي نشكر جميع الامهات، جميع الطلبه، جميع الحضور الكريم، وكنضرب لكم موعد ان شاء الله في لاديسيون 9 ان شاء الله العام الجاي باذن الله. شكرا. وانت اغلى لسنه 2026. الله يحفظك، مرحبا بك فاس. الله يخطيك، يخلي لك ما عز عليك. وانا فرحانه والله القسم ما قدانيش الفرحه اللي اختاروني هاد الناس اليوم باش يديروا لي التكريم ديال اغلى وانا الا قلت اغلى لانني انا اغلى على ولدي. امي اغلى عندي، اللي عنده ميمته الله يخليها له. وانا كنشكر هاد الناس اللي فكروا فيا في هذا النهار السعيد وعيطوا لي وقالوا لي اجي غادي تكوني باغمي الناس اللي غادي يكونوا عندهم التكريم. وكنشكركم وتنشكر الناس د فاس، وكنشكر لاله فاسيه تيفي اللي فكرت فيا وجاتني واحد لا سوربريز، وميمطو ما كانش سوربريز، وميمطو كنت كنعاين يا ربي بقاش يوصل هذا النهار اللي كل مرة عندنا تاخذ حقها، وكل مرة دارت شي حاجه مع وليداتها يديروا لها تكريم وتعرف راسها انها تكرمت على داكشي اللي دارت مع وليداتها وداكشي اللي داروا معها والديها. اللي عنده ميمته الله يخليها له، واللي ما عندوش الله يرحمها. انا كنموت على كل واحد تيحماق على امه، وكنموت على الناس اللي كيحماقوا على والديهم، كنموت على هاد الناس اللي فكروا فيا وعرفوني انني شويه حمقى في هذا الشيء ديال لي بارون، ديال الام مع وليدها الله يخلي لي، والام مع انا وام لولدي، وعندي ديالي اللي انا كنحماق عليها كي تتحماقوا كلكم على مواتكم. وانا ملي كنذكر غير اسم د الام ما كنقدرش دموعي تيغلبوني، جو سي با علاش. واخا انا امي عندي، انا واحد السيده اللي شويه فراجيل من هذه الناحيه ديال الامومه، لانني عندي ولدي عزيز وعندي امي عز من ولدي. الله يخلي لك ما عندك، الله يخلي لك ما عندك. هذه باقه تصور من الفاسيه تيفي. الله يكثر خير، الله يكثر خير. شكرا. إلهام بالقزيز.
عزيز من مراكش. كنشكر الفاسيه لهذه الدعوه اللي جيت لها لفاس. كان مهرجان زوين ديال اغلى وكان نشاط كبير وجاني السرور والفرح لانه كنت مع هاد الناس واحتفلنا وتعرفت على امهات مناضلات، والحمد لله كان الاجواء زوينه وكنشكر الفاسيه. شكرا. مساء الخير، معكم الفنانة نادين المليح. أكيد سعيدة جدا في مشاركة في هذا المهرجان الدولي أغلى في دورته الثامنة، والمشاركة ديالي أكيد بالأغنية اللي موجهة لجميع الأمهات الأحياء منهم والأموات، وكذلك كنغتنم فرصه باش تكرم حتى ماما من ضمن المكرمات الله يرحمها. وصراحه الله كيحز في النفس اننا كنشوفوا يعني بعض الامهات اللي هما مهمشين وكاينين في دور العجزه. هي رساله لجميع يعني الابناء انهم يعنوا بالاباء ديالهم وبالامهات على الاخص. وشكرا جزيلا. قباج وفاء. اليوم حظيت بتكريمي من طرف الفاسيه تيفي وجمعيه ديال الطلبه ديال مولاي إدريس، وفي هذا الفضاء الجميل ديال جماعه فاس. فانا جد سعيده وفخوره بهذا التكريم هذا، لانه ماشي تكريم فقط للمراه المغربيه، فهما استهدفوا كذلك الام. وانا بصفه عامه كنهنئ جميع الامهات وجميع النساء المغربيات اللي كيشتغلوا بكل تفاني وجهد كبير وإرادة وعزيمة لهذه الصفات كلهم كتمثل في المرأة بصفة عامة. ولكن غنقولوا الأم هي مدرسة نبل، مدرسة أخلاق، مدرسة ديال التفاني، مدرسة ديال واحد الإرادة قوية اللي كتعطينا واحد الأجيال كنفتخروا بها، أجيال كتكون في المجتمع اللي كتمثل في المجتمع ديالنا. فالشكر الجزيل للحضور الكريم والشكر الجزيل للنساء الحاضرات بقوة في هذا المهرجان الجميل الممتع للفاسية تيفي. فكنشكركم وكنحني لكم إجلالا، وأنا رغم يعني واحد الظروف شوية صعيبة مريت بها، فأنا جد فخورة وسعيدة بهذا التكريم الرائع والهادف. فشكرا للجميع وكنهنئكم وتبارك الله عليكم.